كتير مننا بيسأل ليه معظم محاولات الدايت بتبوظ حتى لو في الأول بتجيب نتيجة. النهاردة هنشرح العلم ورا فقدان الدهون بالشكل اللي يفضل مكمل معانا، ونعرف بالظبط إيه اللي بيفرق بين استراتيجية ناجحة واستراتيجية نهايتها معروفة. طيب بصوا على الرقم الصادم ده. الدراسات بتقول إن أكتر من 50% من الناس اللي بتخلص برامج عنيفة لإنقاص الوزن مش بس بيرجعوا لوزنهم القديم، لا دي ساعات بيزيدوا أكتر كمان، وكل ده بيحصل في خلال كام سنة بس. الحقيقة بقى إن المشكلة مش في قوة الإرادة خالص، المشكلة في الاستراتيجية نفسها. طيب خلونا نفهم الحكاية دي بالتفصيل. رحلتنا النهاردة هتمشي كالتالي: هنبدأ بفخ الدايت، وبعدين نفهم علم حرق الدهون، بعدها هنشوف إيه هي ركائز النجاح الثلاثة وإزاي نبني استراتيجيات للمدى الطويل، وفي الآخر هنحط خطة لما بعد الدايت. أول وأكبر غلطة الناس بتقع فيها بتبدأ من تحديد الهدف نفسه. في فرق السما من الأرض بين إن الواحد عايز يظبط جسمه عشان مناسبة معينة وبين إنه عايز يحافظ على جسمه صحي طول العمر. الاستراتيجيات هنا وهنا مختلفة تماماً. تمام، دلوقتي بقى ندخل على الجزء العلمي، إزاي الجسم أصلاً بيحرق دهون. الموضوع كله قائم على مبدأ واحد أساسي. من الآخر كده مفيش دهون بتتحرق من غير ما يحصل حاجة اسمها عجز السعرات الحرارية. ده قانون فيزيائي مفيش فيه نقاش، لازم الطاقة اللي الجسم بيحرقها تكون أكتر من اللي بتدخله. طيب عشان نفهم عجز السعرات لازم نعرف الأول جسمنا بيحرق الطاقة دي فين. الجزء الأكبر بيروح لمعدل الأيض وقت الراحة، يعني الطاقة اللي جسمنا بيحتاجها عشان بس يفضل عايش ويشغل القلب والمخ وكل وظائفه الحيوية وإحنا مرتاحين. الجزء التاني هو طبعا الطاقة اللي بتتحرق في التمارين الرياضية اللي بنعملها بقصد زي الجيم أو الجري. وبعدين في حاجة مهمة جدا الناس بتغفلها، وهي النت أو النشاط غير الرياضي. ده بيشمل أي حركة بنعملها في يومنا بره التمرين، زي المشي، شغل البيت، حتى الهزار والحركة وإحنا قاعدين، وده بيفرق بشكل مش طبيعي في حرق السعرات. وآخر حاجة هي التأثير الحراري للأكل. أيوة، الجسم بيحرق طاقة عشان يهضم الأكل اللي بناكله. مجموع كل دول هو إجمالي السعرات اللي جسمنا بيحرقها في اليوم. في أول الدايت الموضوع بيبقى سهل، بنقلل الأكل فالسعرات اللي داخلة بتقل وبيحصل عجز والجسم بيبدأ يحرق دهون. لكن هنا بتبدأ المعركة الحقيقية. مع الوقت ومع نزول الوزن الجسم ذكي جدا، بيبدأ يتكيف، حجمه بيصغر وكفاءته في استخدام الطاقة بتزيد، فبيبدأ يحرق سعرات أقل لنفس المجهود. يعني العجز اللي عملناه في الأول بيبدأ يقل لوحده. وهنا السؤال المهم، إزاي نتعامل مع ذكاء الجسم ده ونشتغل معاه بدل ما ندخل في حرب خسرانة ضده؟ الحل على فكرة مش صعب خالص، الموضوع كله بيتلخص في 3 قواعد أساسية أو 3 ركائز. عشان نضمن إننا بنخسر دهون مش بنخسر عضلات لازم يكون في 3 حاجات. أولاً عجز سعرات مستمر، تانياً تمارين مقاومة عشان نحافظ على الكتلة العضلية، وتالتاً كمية بروتين كافية، بنتكلم في حوالي من 1.6 ل 2.2 جرام لكل كيلو من وزن الجسم. جميل، دلوقتي إزاي نحول الركائز دي لنظام حياة مستدامة نقدر نمشي عليه على طول؟ أهم حاجة إن التقدم يكون بطيء وثابت، يعني الهدف يكون إننا نخسر من نص ل1% من وزن الجسم في الأسبوع. المعدل ده بيمنع الإحساس بالجوع والحرمان وبيخلينا نقدر نلتزم أسهل. وبرضه مهم قوي إن الهدف نفسه يكون واقعي، يعني نسبة دهون الجسم تكون في المعدلات الصحية والمستدامة دي. محاولة النزول عن كده ممكن تبوظ النوم والطاقة والمزاج العام. ودي بقى أهم نقلة في التفكير. لازم نبطل نعتمد على قوة الإرادة. قوة الإرادة دي عاملة زي بطارية الموبايل، أكيد بتخلص. الحل الحقيقي إننا نبني أنظمة وعادات ونظبط البيئة اللي حوالينا عشان تخلي الاختيار الصح هو الاختيار الأسهل. نعمل كده إزاي؟ ممكن مثلا نستخدم تكنيك ربط العادات، يعني نربط حاجة لازم نعملها زي الكارديو بحاجة بنحبها زي سماع بودكاست معين، أو ببساطة شديدة نصمم البيئة بتاعتنا، يعني لو في أكل معين بنضعف قدامه ما نشتريهوش أصلا. وأخيراً أهم مرحلة، المرحلة اللي تقريباً الكل بيتجاهلها، هنعمل إيه بعد ما نوصل للهدف اللي عايزينه؟ أكبر فخ هو إن ما يكونش فيه خط أصلاً والواحد يرجع لعاداته القديمة. الصح هو إننا ننتقل فوراً وبشكل مباشر لسعرات الثبات الجديدة، اللي طبعاً هتكون أعلى من سعرات الدايت عشان نثبت الوزن اللي وصلنا له. الدراسات بتورينا إن المتابعة المستمرة للوزن، مثلاً 2 أو 3 في الأسبوع، دي أداة ممتازة عشان الواحد يفضل مسؤول قدام نفسه، بتخلينا نلحق أي تغيير بسيط قبل ما الموضوع يكبر. القصة كلها في النهاية هي التكيف. الجسم بيتأقلم مع الوضع الجديد، وده بيسيبنا قدام سؤال أخير ومهم. بما إن الجسم اتكيف، هل العادات هي كمان اتكيفت؟ لأن تغيير شكل الجسم ده نص الرحلة بس. الانتصار الحقيقي هو تغيير العادات دي للأبد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.